السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير وما خصكم حتى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم الطريقه ديال السمن البلدي بدون ثلاجه بدون مجمد، الطريقه اللي زوينه، الطريقه البلديه ديال جدودنا. نتمنى تجاوبوا هذه الطريقه وتتبعوا معايا خطوه بخطوه باش ينجح معك من اول تجربه بالنسبه للمبتدئات. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. غنحتاجوا الملحه الحيه، ماشي الملحه العاديه، الملحه الحيه راها موجوده. تدقيها وديري عليها الماء يكون غليان دار القزبوله. انا درت 2 كيلو هنا، ديري شي 3 المعالق كبار ديال الملحه الحيه وخليهم هكا في الماء حتى الماء يبرد. ما ديريش الماء سخون على الزبده، ديريه طايب وخليه ديريه بحال اليوم حتى على غدا عاد تستعمليه. دير واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، نفس هذا، دير الماء غليان وخويه عليه وخليه حتى يبرد. انا درتو بحال بالليل وحتى على غدا عاد درتو. هانتي خليه منه يطلق وتيبرد داك الماء. غنمشيو للزبده. الزبده ضروري ما تكونش في الثلاجه، تكوني حاطاها في درجه المطبخ. والا كان الحال سخون ضروري ما تغديها للثلاجه، لان دابا سخون الحال بزاف، غادي ما تقدريش تتحكمي فيها. ضروري ما تخليها في الثلاجه، تشد راسها عاد تخدميها غير شويه ماشي بزاف. ما ديريهاش وهي كاع دايبه، تخدميها وهي دايبه راها ما تجيكش زوينه. ضروري ما تكون شاده في راسها باش تقدي تخدميها وتقدي تحيدي منها الماء اللي يكون فيها. الا درتيها في البرد ماشي مشكل، ما تحطيهاش كاع في الثلاجه، خدميها نيشان. غادي انا هنايا درت واحد 2 كيلو، ولكن ما غيليقليش نخدمها في موا، غنخدم شويه بشويه. هانتي الطريقه اللي تخدمي بها، ما غاديش نزال بالفيديو باش تشوفي شويه بشويه، غير بشويه بهاد الطريقه هذه تجبدي بالصبعان ديالك بهاد الطريقه هذه باش الزبده كامله تحل وكامل يتحيد منها الماء باش ما يغمالش ويبقى عندك حتى 3 سنين ما يخسرش وبلا ثلاجه الا تبعتي الطريقه اللي غنوريك. هانتي بهكايا تحلي شويه بشويه ويكون عندك الخاطر. اول تجربه ديريها ديري غير 4 باش تلقي يدك عاد ديري كميه كثيره. غتحتاجيه في رمضان ان شاء الله. الكسكسو، الحريره، اي حاجه غديري فيها السمن غتجي غزاله. صافي تبقاي بهذا الشكل هذا شويه بشويه وانتي كتجاوي والماء راه كيخرج منها. الا كانت شي حاجه ولا حيديها وانتي كتشوفي. هانتي الطريقه، الماء تيتحيد واخا ما يبانش مزيان، الماء كيهبط. هانتي تترخف تولي دايه في يدك، تولي بحال شكل بوماد في يدك. هانتي الماء تيهبط منها. راه كاين اللي كيكون فيها الماء بزاف، كاين اللي يكونوا خادمينها تتجي وخصك لابد ما تكون زبده بلديه مزيانه، ماشي تجبدي اي زبده. خص اللي يعطيها لك يكون يعطيها لك اصلا زبده مزيانه. صافي تبقاي بهاد الطريقه هذه، يعني باين كلشي واضح. هانتي كي تكمليها كامله بصبعانك صافي ولي خدميها بالكف ديالك كامله، تطبيها بالكف ديالك باش يخرج داك الماء وما يبقى فيها حتى شويه ديال الماء، تبقى الزبده بوحدها. صافي تجمعيها تحيدي داك الماء.
هانتي حاولي تطلعي تميلي الاناء اللي تكوني ديري فيه باش ما يبقاش فيها الماء. صافي تبقاي تخدميها شويه بشويه. طبيعه الحال انا ما غاديش نطول عليكم حتى نخدمها كامله. هانتي يعني واضحه. هاكا تخدمي شويه بشويه حتى تكملي الكميه كامله اللي تكون عندك ديال الزبده. ونصيحه لاي وحده غاديه تبدا دير غير شويه حتى تتعلم لها مزيان، عاد دير كميه كثيره. انت الا درتي 2 كيلو ولا يبقى لك تنساي السمن وتيرجع ما حدو يقدام وهو تيجي زوين. من سالي كامله الكميه اللي عندك غادي تقطعي داك الزعتر وتصفيه. ضروري ما تصفيه باش ما يهبطوش دوك الوريقات ديال الزعتر. وديك الملحه حتى هي تصفيها باش يهبط غير الماء. صافي تدخلي فيه داك الماء ديال الزعتر وديال الملحه، دخليها بيديك وغتخليها ماشي في البلاصه تحيدي داك الماء. ضروري ما تخليه حتى يبات فيها، او على الاقل يجلس واحد 4 السوايع ولا 5 في وسط من داك الماء في ديك الزبده باش داك الزعتر تشابو الزبده. وكل ما ماشي غير ديره وتخليه، كل ساعه على الاقل كل ساعه اجي خلطيها بيدك وخليها هكا ديها في شي اناء وخليها. كل ما يجي خلطي بيدك فيها، كل ما اجي دخلي فيها داك الماء، اغطيها وخليها. صافي انا خليتها باتت حتى للصباح. شوفوا كي رجعات. انا خليتها باتت وفي الصباح عاد رجعتي. الا كانت شي ورقه ديال الزعتر ولا حيديها. صافي دابا بقيت بحال كتجمعي ديك الزبده شي كي ولات غزاله. دابا شربات هذاك الزعتر وشربات داك الملحه مزيان. صافي نصفيتها من الماء حتى ما بقاش الماء فيها. في مره بقيت تميلي الاناء اللي تخدمي فيه ميليه وداك الماء غادي يبقى يهبط بوحدو. انتما بقات غير الزبده بوحدها. ها هي الا بقات شي ما ولا طبيعه الحال حيديه. الماء غيبقى بوحديتو كيتعزل على الزبده. الا خدمتيه بهاد الطريقه هذه ما غاديش يخسر حتى يتسالك شحال ما درتي. وهذا السمن على حسب العائله. اللي عائله كبيره كيديروا بزاف، اللي العائله صغيره كيديروا كل واحد كيدير على قياسه. انا كنفضل انك ديري غير قريعات صغار، ما ديريش قراعي كبار ويكونوا معقمين. ضروري ما تطيبيهم في الماء غليان وتخليهم ينشفوا مزيان من الماء عاد ديريهم. من الاحسن يكونوا قراعي صغار ما يكونوش قراعي كبار بزاف باش تبقاي تجبدي بالوحيده حتى تسالى وحده وتجبدي وحده اخرى. هانتي صافي وتسديهم مزيان. عمري الكميه كامله د القراعي اللي يكونوا عندك. انا درت القراعي ديال الكوفيتير هاد المتوسطين هادو ماشي الكبار.
صاي بقاي بهاد الطريقه هذه تعمري القريعات كاملين اللي عندك باش ما نطولش عليكم بزاف. صافي تبقاي بحال تباكي عليهم وتمسحي هاد الجنيبات هادو ضروري مسحيهم وبحال تهزيهم وتزدحيهم باش الزبده تهبط لتحت. والسمن ماشي بحال الجلبانه ولا بحال الصفاجل ولا تتولي تغليهم في الكوكوط، لا بهاد الطريقه هذه صافي يعني ما تضيهمش للكوكوط. الا رديتيهم للكوكوط غادي يخسر لك بطبيعه الحال. بهاد الطريقه هذه صافي غير تعقمي القراعي وتحمريهم وتحطيهم. الزبده ماشي بحال الخضر. صافي تزيري القراعي وتاكدي انها مزيره مزيان. الا ما تزيراتلكش وتولات تحلات لك ديري لها السلوفان ميكا يعني بلاستيك غذائي عادو ديري الغطايه. وإلا كانت الغطايه مزيره صافي يعني راه ما غاديش تحل. هاد الكميه هذه خرجت لي هاد القريعات هادو. ما نقول لكمش طريقه زوينه وناجحه 100%. يجلس لك شحال ما جلس ما غاديش يخسر وغيبقى مده طويله وبدون ثلاجه. ما ديريش في الثلاجه حتى تحلي القرعه. منين تحلي القرعه وتبقاي ديري منها على حسب الجو. الا كان الحال بارد ما ديريش السمن ما يجيش كاع في الثلاجه. كي تجبدي القرعه صافي بقاي ديري بها ما حدو يقدام وهو كيزيان. نتمنى تجاوبوا هاد الطريقه هذه. وإلا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش باللايك والاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينه. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده والسلام عليكم.